السلام عليكم جميع أصدقائي وأحبابي وين ما كنتوا من وين ما كنتوا عم تتابعوني. أصدقائي، من امبارح عانيت من مشكلة اللي هي انقطاع بس قناة اليوتيوب تبعيتي، وكانت صدمة قوية قوية جدا علي، لأنه في كتير فيديوهات حملتها. يعني هاي القناة صار لي عاملة من شي حوالي سنتين، فيها فيديوهات كتير. يعني بالنسبة لإلي كانت مثل مكتبة أرشيف للدروس اللي نزلتها أنا. وطبعا أنتو كل إنسان تابعني وكان مشترك بالقناة كان يشوف المحتويات كيف كانت مهمة وكيف كانت تنفع الغير. أصدقائي، من امبارح وأنا عم عيش كابوس. طبعا حاولت يعني أسيطر على أعصابي والتزم بالهدوء وأمشي قانونيا بالموضوع. قناة اليوتيوب بتعرفوا إنه في شيء مرتبط بحقوق النشر، وأنا أحيانا كنت أنشر مقاطع فيديو بس أشوف فيها شغلة يكون فيها إلها علاقة بحقوق النشر، فبحاول إني أعالجها وأشيل المقطع الموسيقي اللي بقلبه، أو مثلا إن كان مقطع فيديو أحاول إني أتفاداه وأبعد عن كل شيء له حقوق النشر لغير قنوات أو لغير محتويات. في مقاطع فيديو أو أغاني بإمكان الواحد ينشرها، وفي مقاطع فيديو ما بإمكانك تنشرها، فمنشان هيك آه، تعرضت لهاي المشكلة. طبعا ما كانت متعمدة، فقط كنت عم حاول. طبعا أنا صورت حفلة بكولن وهي كانت السبب. ضمن الحفلة كان في دي جي وكان في أغاني أجنبية مشغلينها، وأنا كنت مستمتع بالجو، كنت عم بصور الجو الحلو كرمالكم طبعا. ف بالخلفية في موسيقات كانت عم تشتغل، وكل موسيقى كانت يعني لازم تحاسب عليها، لأنه هدول قنوات لهم حقوقهم وقنوات كبيرة. وللأسف إنه هيك صار أصدقائي. فالحمد لله الحمد لله والحمد لله قدرت أرجع القناة. طبعا القناة كانت وصلت حوالي 8000 إلى 150 مشترك، وبعد ما راح بس القناة وانقطعت وصار كل واحد كل شخص يحاول انه يضغط على القناة ويشوف المحتويات الفيديو، فكان اوتوماتيكيا يطلع لبرا، الاشتراك تبعته كان ينمسح. وفي كتير عالم اوتوماتيكيا مسحت عنده، فمنشان هيك انا خسرت حوالي اكثر من 1000 مشترك. طبعا خسرت انا مشتركين. قد ما كان مهم انه رجعت المقاطع الفيديو. قبل هلا كنت انا احفظهم يعني كارشيف عندي باللابتوب، فوصلت لمرحلة انه ليش لا احفظهم، ما حسبت هيك حساب. فهذا الشيء خلاني اخذ احتياطاتي، ومستقبلا رح اعمل قناة يعني يوتيوب ثانية، وانزل فيها نفس المحتويات، وبس انزلها يعني بس تكون جاهزة هاي القناة راح اعرضها عليكم. وحاولوا تشتركوا بالقناة الثانية، فمن شان لا سمح الله صار معنا هيك خطأ تاني، ما لأنه أحيانا تجيك يعني رسائل بالغلط أو بيوقفوا قناتك بالغلط. يعني في آلاف الحجج عندهم، طبعا ما هي مقصودة، بس بتكون مثلا يعني رسالة خاطئة أو شيء. كتير أمور معقدة. طبعا اليوتيوب له قوانين خيرات الله، وفيها امتحانات وفيها فحوص، يعني تخضع لفحوصات. وانت عم تنشئ القناة، كل ما تكبر قناتك كل ما تصير مسؤولية أكتر، كل ما تكون انت مراقب أكتر. فأصدقائي، الحمد لله وبعون الله قدرت أرجع القناة، وقدرت اني اتمالك اعصابي. يعني انا كنت بالصدمة من امبارحة كله، واليوم ما قدرت غير اطلع مشوار صغير. وصلت يعني آلة كان موصي عليها صديق من المشتركين، فوصلت له اياها، والحمد لله هلا رجعت ورجع القناة ورجعت المي لمجاريها. فمثل ما قلت لكم أصدقائي رح أعمل قناة تانية احتياطا، وبس صارت جاهزة
راح أطلب منكم إنكم تشتروا بالقناة طبعًا للي حابب، من شان إنه هاي المعلومات أو الدروس تضل وتضلوا تستفادوا منها، وإن شاء الله يا رب ما تتكرر هاي العملية كلها وما نحتاجها. وبحب عبر القناة أتشكر الأخ دلشاد وهاب اللي أدرك هاي المشكلة. هو حاول يفوت على القناة ويشوف الدروس ويتمرن أكتر وأكتر، فالصدفة شاف إنه كل المقاطع الفيديو رايحة، فاتصل فيني دغري، كتب لي على الواتس وسألني شو القصة، فقلت له هيك القصة. فالأخ حتى انه ما كان عنده معلومات انه كيف لازم يتصرف بالضبط، قال لي اذا الشغله ايميل وما ايميل فبساعدك فيها. قلت له والله ما بعرف، يعني انا كنت عم حاول. طبعا راسلتهم انا لليوتيوب يعني للقناه، عبر رساله انه هن طبعا أه بيبعثوا لي رساله مثلا اذا عندك اي اعتراض او كذا، انه شاكك انه انت مظلوم، تكتب لهم رسالة. فكتبت أنا مرتين، والمهم كتب لي الأخ دلشاد وهاب وقال لي سيرفس شو القصة وكيف صاير. قلت له هيك القصة والله. وبعد شوي ما شفت غير إنه بعت لي لينك اللي هو الرابط. طبعا هذا الرابط هو مثلا في حال فقدت معلوماتك أو كان في خطأ بالإيميل تبعك، فأنت بتحاول عن طريقه تراسلهم. وهذا الرابط انت بتتواصل يعني ديريكت مباشرة مع القناة او مع حسابك الجوجل، فبتكتب له انت شو اللي صار معك. طبعا بتكتب عنوانك واسم القناة واسمك، وتحت انه تكتب بكل وضوح شو اللي صار معك. حاولوا تتذكروا مثلا في حال لا سمح الله تسكر قنوات عندكم كمان، فحاولوا تحت أهم شيء إنه تحت تكتبوا شو اللي صاير معكم بالضبط وبطريقة محترمة، إنه مرحبا أنا صار معي المشكلة كذا بدون قصد كذا هيك، وبتمنى، ويعني بصيغة الاحترام تكتبوا لهم. فالحمد لله بعثت هاي الرسالة باللغة العربية وبعثتها مرة باللغة الإنجليزية كمان، وبعد 4 ساعات تم استرجاع القناة ورجع كل المحتويات. وللأسف يعني مثل ما قلت أنا خسرت عدد من المشتركين اللي منهم أوتوماتيكيا طلعوا، ومنهم اللي كانوا يفوتوا على القناة وكانوا ما بيشوفوا الفيديوهات، فالجوجل منه لحاله بيقول لك إنه كبوس هون، فبتكبس موافق فما بتشوف حالها غير إنه صرت برا من القناة. فمن شان هيك بناشد أصدقائي للي صار معاهم هاي المشكلة يضغطوا تاني مرة الاشتراك، فبيرجعوا دغري على القناة. وهذا الرابط رح انزله من شان غيري كمان يستفاد من هاي التجربة اللي مرقت انا فيها. طبعا انا يعني كنت مصدوم، كنت مقهور كتير اكيد، فتمالكت اعصابي ومبسوط كتير انه شخص مثل دلشاد وهاب وقف جنبي. وطبعا في كتير عالم بيكونوا وصلوا لهي المرحلة بس ما عرفوا يتصرفوا كيف فينهم يساعدوني. يعني أنا بعرف كتير عالم يعني زعلوا كتير حزنوا كتير بس ما كانوا يعرفوا كيف يتصرفوا. حتى إنه عالم سألوني طب فينا مثلا نكتب لهم يعني نحن إنه نحن بدنا هيك وهالقناة المحتوى مهم إلنا. فالمهم صعبة شوي كانت، بس إنه الحمد لله تمت العملية بنجاح وأنا مبسوط كتير. وهي رجعت وإن شاء الله رح أرجع بقوة. والقناة مثل ما قلت لكم أصدقائي يعني الإنسان مو معصوم من الأخطاء، فمن شان هيك رح أعمل أنا قناة تانية احتياطا، وبس عملته رح أبلغكم إنكم تشتركوا بالقناة من شان يكون كل شيء تحت السيطرة، من شان إذا خسرنا قناة تضل القناة الثانية. فأصدقائي بتشكر كل إنسان كان عم بيحس بالمعاناة اللي أنا عانيتها. طبعا يعني صراحة إنه الموضوع كان مهم إلي لأنه فيها كتير ذكريات، فيها كتير حفلات كونسرتات أمور رحلات دروس ومعلومات كنت عاطيها أنا من قلبي،
فظلت ذكريات يعني الشتوية والصيفية وخريف وربيع، كل الأوقات عشتهم برا وجوا. فالحمد لله والشكر يا رب إنه رجعت القناة. طبعا طريقة الإرجاع على القناة هي مو صعبة قد ما إنها بدها هدوء أعصاب، ورح أنزلكم الرابط. والطريقة سهلة جدا، الطريقة يعني ما في أي تعقيد، فقط يعني بتكتب أنت معلومات اللي أنت عندك إياها، مثلا الإيميل تبعك والاسم، اسم القناة واسمك، وبتكتب تحت بوضوح انه شو اللي صاير معك، وبتراسل لهم. والحمد لله مثل ما قلت انا يعني كذا ساعة واجت، يعني ما ضلت اي 24 ساعة كمان. وطبعا حتى اذا اجتك هيك اشعار كمان فتلقائيا يعني بيجيك ايميلات، وعن طريق الايميلات في الواحد يصلح. ما في داعي اعمل مقطع فيديو انه كيف فيك تصلح، لا الشغلة كتير سهلة. بأي لغة كنت انت حامل التليفون تبعك تجيك رسالة بنفس اللغة، وفيك تراسلهم بنفس اللغة. أصدقائي شكرا لدعمكم. بتمنى من الأصدقاء اللي أوتوماتيكيا طلعوا من القناة، يعني كان الخطأ من القناة، فيعيدوا الاشتراك. وطبعا أكيد وأكيد بدنا دعمكم منشان تكبر القناة، ونحاول آه، ما نقصر معكم بأي شيء. وإن شاء الله يا رب آه، ضل كل الأمور على خير، وننزلكم كل شيء جديد، وانتظرونا بكل جديد وكل مفاجآت. دمتم بأمان الله أصدقائي، وشكرا لكم.